السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في قصة ما حدش واخد باله منها خالص. قصة بدأت لما إسرائيل قالت فجأة، قالت يا جماعة محور فيلادلفيا ده بتاعي وعايزة قواتي كلها هنا. مصر ردت بمنتهى البساطة، اطلع بره يا حبيبي. بس القصة ما وقفتش هنا. إسرائيل وأمريكا كان عندهم فكرة تانية، فكرة من النوع اللي يخلي دمك يغلي. طب ايه الفكرة دي بقى يا عم الخش؟ قال لك طب ما نرحل أهل غزة وننقلهم لسينا. أيوه يا جماعة، تهجير سكان غزة. يعني ببساطة كده خد شنطتك وتعالى اطلع بره أرضك. ومين اللي كان المفروض يشيل الشيلة؟ مصر طبعا. لكن مصر يا حبيبي قالت مستحيل، هنا يا جدي خط احمر. تخيلوا بقى الموقف، امريكا جايه تقول لمصر يا مصر طب ما تساعدينا في الفكره دي، ومصر واقفه زي الجبل بتقول غلطانه يا حبيبتي، ما عندناش شقه فاضيه ولا ارض لحد. الموضوع ده بقى مش مجرد رفض عادي، ده موقف تاريخي. مصر ما رضيتش انها تبيع القضيه الفلسطينيه ولا تضحي بارضها عشان ترضي اسرائيل وامريكا، وده خلى اسرائيل تاكل في نفسها وامريكا تاخد خطوه لورا وتفكر طب نعمل ايه دلوقتي. وفي نفس الوقت مصر ما اكتفتش بالرفض وبس، لا مصر شغاله في وساطه مع حماس واسرائيل عشان تهدي الاوضاع في غزه. بتحاول تقول للجميع بقى يا جماعه حلوا مشاكلكم مع نفسكم، ما تدخلونيش في مواضيع. الموضوع يا جماعه مش بس سياسه، ده كرامه وامان واستقلال قرار. ومصر اثبتت انها فعلا القائد الحقيقي للمنطقه. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب عشان اللي جاي تقيل. لازم كلنا نقف في ظهر بعض، لازم كلنا نكون في ظهر الرئيس. فلتحيا مصر ورئيسها وشعبها.